الراجل اللي رجع يزعق علشان افتكر إن العينة ضاعت. السلام عليكم يا أهل المعمل والقعدة الجميلة، معاكم سارة ودي حلقة جديدة من قلب المعمل. طبعا السلسلة عرفناها اللي بنتكلم فيها عن كل المواقف اللي بتحصل ورا الكواليس لو انت مش عارف، ودي مواقف ساعات بنضحك عليها وبنتعلم منها وأوقات بنستغرب من تصرفات الناس. تعالوا نبدأ حلقتنا، وقبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد من القعدات بتاعتنا الجميلة. يلا بينا نبدأ الحلقة. من كام سنة كده جالي مريض وهسميه أستاذ علاء لأن في خصوصية على أسماء الحالات اللي كانت بتجيلي. المهم أستاذ علاء ده جه يعمل تحاليل روتينية خالص عبارة عن سكر، كبد، صورة دم، وظايف كلى. تمام. وطبعا الريسبشن سجلت البيانات وخدنا العينة وكل حاجة كانت ماشية تمام. وبعد ما خدت العينة منه قلت له حضرتك حابب تاخد النتيجة اونلاين سواء واتساب او عن طريق الايميل، لان النتيجة هتكون بكرة جاهزة بعد الظهر. قال لي تمام متشكر جدا والسلام عليكم، وخرج في قمة الهدوء والجمال والسلاسة وكل ده اللي احنا كنا فاكرينه اساسا. المهم عدى أسبوع و كنا قاعدين عادي في المعمل والجو هادي ومفيش أي حاجة غريبة في اليوم، يعني مفيش أي جديد، شغل ناس بتيجي نعمل لها تحاليل تيست والكلام ده كله. المهم فجأة الباب اتفتح بعصبية ولقيت أستاذ علاء داخل علينا وباين عليه إن هو متضايق جدا. لو لو انت أول مرة تسمعنا وما تعرفش أنا مين، أنا سارة دكتورة تحاليل طبية مرخصة من جهة وزارة الصحة. فبحكي قصص في المعمل. المهم عشان ما اطولش عليكم، لقينا أستاذ علاء ده داخل علينا وكان متضايق جدا وقلب صوت عالي شوية. ازاي يعني النتيجة مش عندكم؟ أنا دافع فلوس وواخد إيصال ومحدش كلمني. في البداية حسنا بارتباك وتوتر، كان اللي هو حسنا إن الغلط من عندنا احنا. فطبعا أنا كنت في الريسبشن قاعدة مع الريسبشن علشان ندخل نتائج على السيستم وكده. هم بصيت له قلت له ثواني يا فندم واسم حضرتك ايه؟ قال لي فلان وفلان، علاء مثلا. وكتبت على السيستم وهنا لقيت النتيجة كاملة وجاهزة واتسجلت فعلا من يومين، من بعد ميعادها بيوم كمان. يعني هو جاء الزيارة بتاعته اللي هي كانت من أسبوع، بعدها بيومين النتيجة كانت اتسجلت. قلت له النتيجة موجودة اهي يا فندم ومفيش أي تأخير، بس حضرتك ما جيتش ولا طلبت تبعت على الواتساب أو الإيميل. واللي مش فاهمين السيستم بيظهر فيه تاريخ دخول النتيجة، وبيظهر فيه تاريخ الطباعة لو اتطبعت امتى. لكن العينة أو النتيجة دي كانت مدية اللون الأصفر، يعني معناها إن هي لا اتطبعت ولا اتسلمت حتى أونلاين. راح هو رد بقى بكل بساطة قال كنت متوقع إن انتوا اللي تتصلوا بيا وتقولوا لي بنفسكم، أنا مش فاضي أدور. اللي هو حضرتك بتقول إيه؟ اللي هو أنت بتقول إيه؟ يعني أنت الحالة وأنت اللي تعبان وأنت المفروض تهتم عشان أنت عندك استشارة طبعا مع دكتور، عشان على أساس إن هو طالب منك التحاليل ده عشان يبدأ يشخصك صح والكلام ده كله. يعني المفروض أنت اللي تهتم مش أنا اللي أهتم. وهنا بقى نقف لحظة كده، ودي تعتبر من الحاجات اللي بتتكرر جدا في شغل المعمل، إن في ناس فاكرة إن المعمل هو اللي لازم يتصل بالمريض ويبلغه إن النتيجة جاهزة. أي نعم يا جماعة، في معامل كبيرة بتبعت لك النتيجة على عن طريق ال SMS أو الإيميل أو الواتساب، ماشي، بس دي حاجة من
نسبة بسيطة أوي تكاد 10% من المعامل اللي موجودة في مصر عامةً. أوكي، أوكي. مع إن من الطبيعي إن المريض أصلًا هو اللي يتابع وهو اللي يتواصل، وده مش تقصير من المعمل، ده نظام. علشان نبقى واضحين يعني، إن النتيجة بتتسجل على السيستم وتبقى محفوظة لفترات طويلة. العينة نفسها بتتلف بعد التحليل على حسب نوع التحليل ده، لكن النتيجة بتفضل، والمريض بيبقى عنده أكتر من وسيلة علشان يعرف بيها النتيجة. ممكن ييجي يزورنا في المعمل، ممكن يعمل مكالمة تليفون نبلغها له في التليفون، ممكن نبعتها له على الواتساب، يعني يبعت لنا على الواتساب أو يبعت لنا على الإيميل وإحنا نبعتها له. طب ليه الناس بتتلخبط؟ لإن في ناس متعودة من بعض المراكز والمستشفيات إنهم بيتصلوا فعلًا، وده بيعمل لخبطة في التوقعات من أشخاص تانية، وده مش غلط الناس، على فكرة ده مش غلط الناس، لكن إحنا محتاجين توعية. المهم أستاذ علاء طبعًا هدي شوية ووريته النتيجة وشرحت له كل حاجة فيها، و آآ عرف إن الموضوع يعني مش ملزم وإن هو المفروض اللي يتابع، لإن إحنا طبعًا من كذا أكتر من حالة بتيجي لنا في اليوم، فطبعًا ما بنبقاش آآ حاط حاطين كل تركيزنا على إن النتيجة تطلع مضبوط، تتسجل في السيستم في وقتها. لمّا الpatient أو الحالة تتصل نبعت لها ونكلمها في التليفون أو نبعت لها على الواتساب لو حبِّت تشرح أو عايزة شرح للتحاليل، إحنا بنشرحها لها وبنوفّر ده. فبامالكم إن إحنا في كل دُولة لازم، أو الناس فاكرة إن لازم نبعت لها النتايج. لأ، لأ يا جماعة الموضوع مش كده خالص، الموضوع محتاج إن برضه نساعد بعضينا، الاهتمام بيكون من الحالة ذات نفسها. المهم خرج وهو بيضحك أستاذ علاء وبيقول أنا اللي طلعت متوتر على الفاضي، ده حتى كان وقتها الكرياتينين مضبوط، لإن وقتها الدكتور كان شاكك إن حاجة في الكدني function أو وظائف الكلى فيها مشكلة. آمم، بس الموضوع بسيط. إحنا في الحلقة دي أنا حبيت أوضّح لكم حاجة أو أفهّمكم طبيعة بسيطة في المعمل. إيه هي؟ إن النتيجة بتبقى محفوظة دايمًا في السيستم، بس لو ما سألتش عنها ما حدش هيعرف إنك لسه محتاجها. هي بتبقى موجودة على السيستم ما بتختفيش ولا بيحصل لها أي حاجة، بس طالما أنت ما سألتش أنت مش هتعرف حاجة. أو ده أغلبية المعامل يا جماعة، أغلبية المعامل مش المستشفيات بيبقى ليها نظام مختلف وبتعتمد على متابعة المريض. لازم المريض يتابع نتيجته، يتابع تحاليله ويتابع أشعّاته ويتابع الكشف بتاعه، تمام؟ كل حاجة بتتسجل، بس لازم تكون أنت متابع مع نفسك علشان صحتك أهم من أي انتظار. تمام؟ تمام. فيا جماعة الموضوع يعني حاولوا آآ يعني نراعي بعض. الموقف ده حصل فعلًا وعلّمني إن أنا حتى برضه في وقت الشدة في وضغط الشغل ممكن يحصل لي حالات من دي، إن أنا ما اتوترش خالص وإن أنا آخد الحاجة بسهولة وسلاسة، وإن أنا أقدر أتعامل مع الpatient وأقدر يعني اللي هو إيه بنقول أهندل الpatient حتى لو هو غلطان، هو بالنسبة لي هو على حق لحد ما أوصّل له وجهة النظر أو الsystem اللي إحنا شغالين بيه. بس يا جماعة دي كانت حلقتنا البسيطة أوي، فلو عجبكم الموقف أو حصل معاكم مواقف شبه كده سواء في الشغل أو أنتم عملتوه مع معمل أو مستشفى أو أيًا كان، ابعتوا لي والقصة اللي هتعجبني ممكن تكون هي الحلقة الجاية. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم الحلقات أول بأول. كانت معكم دكتور سارة من قلب المعمل. أشوفكم في القعدة الجاية.